مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. تم العثور على 4 أطفال أحياء في غابة الأمازون في جنوب كولومبيا بعد أكثر من شهر على تحطم الطائرة اللي كانوا فيها. وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أنه هذه فرحة للبلاد كاملة. وكان على متن الطائرة 7 ديال الأشخاص، من بينهم والدين الأطفال اللي توفاو ولقاو جثثهم، والأطفال ال4 اللي كتبلغ أعمارهم 13 سنة، 9 سنين و4 سنين، بالإضافة لرضيع كيبلغ 11 شهر. وظهر في الصور اللي نشرها الجيش الكولومبي مجموعة من الجنود مع الأطفال ال4 وسط الغابة، ولقاو رجال الإنقاذ بدعم من كلاب البحث بقايا الفاكهة اللي كانوا كياكلوها الأطفال. وتحدثت عمة وجدة الأطفال بفخر على اللي قامت به ليزلي البالغة من العمر 13 عام ببناء خيمة باستخدام شرائط الشعر للحفاظ على أمان إخوتها الثلاثة. وتمكنوا الأطفال من البقاء حيين وسط غابة فيها حيوانات مفترسة بلا طعام إلا بعض الفواكه، رغم أنه معهم طفل رضيع، وخصوصا أن المنطقة اللي كانوا فيها كتشكل موطن لحيوان جاغوار وتعابين وحيوانات مفترسة أخرى. وظهرت الصور الأولية للأطفال ال4 وكانت أجسادهم ضعيفة ووجوههم شاحبة، واللي سهل العثور عليهم هما الأقمار الصناعية اللي بينات لرجال الإنقاذ المسار اللي سلكوه الأطفال بعد تحطم الطائرة. ولقاو من بعض الأشياء المتعلقة بالصغار ال4 من بعد صراع على طرقات الغابة، مثل أحذية وحفاضات وفواكه نصف مأكولة. كما أن القوات الجوية كان لها دور كبير، بحيث رماو 10,000 نشرة في الغابة بتعليمات باللغة الإسبانية كيطلبوا فيها الأطفال البقاء في مكانهم، وتضمنت إرشادات حول النجاة. كما قام الجيش برمي مواد غذائية ومياه معبأة، وتم كذلك بث تسجيل بصوت جدة الأطفال كطلب منهم عدم التحرك ويبقوا في نفس المكان. وبذلك تم العثور وإنقاذ الأطفال ال4 من أدغال الأمازون.